السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، الفيديو ده أنا مش عارف أعمله من الصبح، من ساعة ما صحيت من النوم. صحيت على خبر وفاة محمد صبري الغالي، الأخ والصديق ونجم الزمالك، الزملكاوي الكبير أوي 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 أوي، اللي على المستوى الشخصي أجدع جدع ممكن تقابله في الحياة، اللي اتظلم كتير أوي وتوقف واتبهدل بسبب إن هو زملكاوي. وبغض النظر عن الكورة، كان إنسان خفيف في كل حاجة، خفيف في حياته، خفيف في لعبه، خفيف في روحه، وخفيف في وجوده في أي مكان. ما تحسوش حتى في يوم من الأيام زعل من حد، قلب على حد، إلا لما كان حد بيظلم الزمالك. وكان رجولة وجدع. أنا من الصبح مش عارف والله أتكلم ولا أعمل حاجة، ولا حتى يعني مش عارف أتحرك من مكاني. مش عشان حاجة، يعني ياما مات لنا أعزاء وغاليين وأغلى من أهل الأصدقاء وأحباب، بس لما تتصدم في حد أنت عارف كويس أوي إن هو حلو أوي، ما يعزش على اللي خلقه طبعا. وسامحوني لو كلامي النهارده مش مرتب ومش منظم، يعني اني فعلا حزين قوي. انا لله وانا اليه راجعون. لكن الانسان ده كان خفيف قوي، يعني حتى وهو مذيع في قناه الزمالك المفروض يبقى متعصب، والمفروض انه زي ما بنشوف يعني وكده من الاشكال التانية دي الضاله دي، هو كان برضو منطقي وعقلاني وحيادي وراجل، وكلمته يعني نظيفه ولسانه عفيف. كان انسان جميل وخفيف. ربنا يرحمك يا صبري، ربنا يرحمك يا رجوله، يا جدع، يا حنين، يا خفيف، يا طيب، يا زملكاوي، يا عسل. وانا بقى بطلب منكم كلكم اهلاويه وزملكاويه واي حد بيسمعني كلمه حق لله. يا جماعه، ما توصلوش الكوره والتعصب لدرجه تخلي الناس تتفرق عن بعض. ده الشغل الشاغل للشيطان، فرقه الناس اكتر من ان هو بيؤمر او بيوسوس بالمعصيه. يعني من شويه فوجئت كده بناس بتشير كلام لناس، واحد مش عارف مدير مدرسه فين، واحد ايه ده غار في داهيه، ده مش عارف ايه. طبعا اللي بيقول الكلام ده بني ادم موتور، جهول، متخلف، مهما كان مدير مدرسه ولا نيله عليه وعلى سنينه. واللي بيشير الكلام ده غلطان برضه، لان انت المفروض ما تنشرش الكلام ده. احنا عايزين نوصل لان احنا نموت بعض، يعني عشان الكره ملعونه، الكره كلها على بعض. يعني احنا ملناش في الموت اللي احنا شايفينه بعينينا عظة. بني ادم بيتاخد من وسطنا الله يرحمه، كلنا هنموت. يعني استغفر عظيم، لا نقول الا ما يرضي ربنا يعني سبحانه وتعالى. لكن من لم يكن له الموت واعظ فلا واعظ له. ربنا يرحمك يا حبيبي. ويا جماعه، يا ريت نتعظ، يا ريت نتعظ لله. ياما اتاخدت من وسطنا ناس حبايبنا، وناس برضو في وسطنا نجوم مجتمع. الله يرحمه محمد عبد الوهاب، الله يرحمه احمد رفعت، الله يرحمك يا صبري. يعني دي الحقيقه، دي الحقيقه. فبلاش يعني ننساق ورا الكلام التافه ده، اللي مش عارف بيتشفى في موت، واللي بيشير كلامه الناس كلها تحتقن. شباب صغيرين 16 و18 و20 سنه، وده بيتعبى من ده وده بيتعبى من ده. ليه؟ ليه؟ يا عم انا زملكاوي وانت اهلاوي، ماشي. انا بقول كلمة حق وانت من وجهة نظرك بتقول كلمة حق، ماشي. مش هنوصل ان احنا نعادي بعض يعني. فانا نفسي وبتمنى من المولى عز وجل يكون وفاتك يا صبري عند ربنا سبحانه وتعالى رحمة ومغفرة ونعيم ليك وعظة لينا، وعلها وعز يعني، ولعل وعسى تكون نقطة تحول شوية للناس في حتة التعصب الأعمى ده والحياد عن الحق. وللكبار اللي ما بيتعظوش وما بيتقوش ربنا سبحانه وتعالى يفوقوا ويرجعوا اهو. مش هنقول بقى شاب لان هو صبري كبر زي حالتنا، لكن هصغر منكم. نرجع لربنا سبحانه وتعالى، نرجع للمولى عز وجل في كل تفاصيل حياتنا. ربنا يرحمك يا حبيبي، وربنا يغفر لك، ويجعل دايما طيبتك وحنيتك وجدعنتك في ميزان حسناتك. وسامحوني لو كلامي مش مرتب، لان انا فعلا حزين عليه قوي يعني ايام وذكريات، وكان يعني ربنا يرحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.